حياكم الله واهلا وسهلا، مشتاق لكم هواية اصدقائي اللي باليوتيوب. طبعا قاطعين قطعة مو طبيعية، وان شاء الله راجعين اقوى، وان شاء الله اريدكم متحمسين وياي، واريدكم توقفون وياي بلايكاتكم، شير القناة، تاركها وهاملها. ان شاء الله راجعين اقوى، راجعين القصص ممتعة، اشياء جميلة نحكي لكم اياها، وان شاء الله ما راح نقصر وياكم يا اخوانك. اشياء جاي تصير تخليك تضوج وتنقهر، كل شي هواية. بس شو تسوي؟ تنجبر وتقطع وترجع. طبعا موضوعنا اليوم مهم جدا، عن لعبتنا احنا والشقيق الكويتي. طبعا تعرفون احنا كعراقيين نروح الكويت حاليا راح ينشرع قلبنا بالفيزا، ولازم جواز الكتروني وتدقيق وشلعان قلب، ويلا تقدر توصل وتروح المن، تروح للكويت. وهذا من حق الدولة بكيفها، دولة وسيادتها وقراراتها ومنع دخول، تخلي واحد يدخل ما يخالف. العراق سوى محمد الشيع السوداني زاد الله خير، خلى دخولية الكويت مجانية الفيزا مالتهم. فهنا بدل ما بعض الجماهير تشكر محمد الشيع السوداني، نكرته وقالت احنا ما ندخل مجانا، احنا ناس عندنا فلوس وندخل بفلوسنا، نشوف لعبة منتخبنا الكويتي نشجعه ضد المنتخب العراقي. يعني انت اليوم زين لا تسوي شر ما يجيك. وهاي الخطوة كلش مو حلوة شفتها من الجماهير الكويتية. ليش؟ لأن الجمهور العراقي يعني يحبكم، الشعب العراقي يحبكم، الحكومة العراقية تحب اخوانها الخليجيين، ودائما يعني تفتح الابواب لاي دولة خليجية عندها لعبة العراق. اقسم بالله مستحيل، وبعد 100 سنة مليار سنة ما اشوف كرم وطيب مثل كرم العراقي، والله العظيم. يعني كلش انقهرت من شفت هاشتاجات ضد هذا القرار اللي سواه محمد الشيع السوداني. شكرا على هاي الخطوة محمد الشيع السوداني. وبعد شي نقول؟ جارة وتوقعاتكم للعبة، واحبكم هواية، وفي مان الله.